بدك تعرف الفرق بين العطر الصيفي والعطر الشتوي وكيف تفرق بينهم، لانه احنا عم بتجينا كتير اسئله في خصوص هذا الموضوع. الناس بدها تعرف كيف تفرق، خاصه وقت يجوا يشتروا. للامانه ما في شيء محدد يميز بين الصيفي والشتوي، بس ممكن نبسط الموضوع باشياء تخلينا نفرق بينهم بطريقه كتير بسيطة. أول شي من خلال العائلة العطرية نقدر نميز بين الصيفي والشتوي. يعني العطور الصيفية غالبا تحتوي في مقدمة العطر وقلب العطر على حمضيات أزهار كتير، خاصة في العطور النسائية، حتى البنتلين واليوس في البرتقال أو النوتات المائية. هذه خاصة تكون من ضمن العطور الصيفية. بالنسبة للعطور الشتوية دائما تكون ثقيلة مقارنة بالصيفية. عندك العود، العنبر، البرغموت، كل الروائح اللي تكون ثقيلة هاي يعني تعتبر تبع العطور الشتوية. غالبا النوتات هذه تكون في قلب العطر، لهيك العطر يكون ثقيل، يكون شتوي أكثر من أنه يكون صيفي. كمان في شيء ثاني تقدر تفرق بينهم، والشركات حاولت تبسط لنا الموضوع أكثر من خلال الألوان. غالبا يكونوا الصيفية هيك لونهم أزرق فاتح، أفتح شوي، أخضر، هيك شيء يكونوا دول للصيفي. بالنسبة للشتوي يكونوا هيك أسود، بني غامق، أزرق غامق على أسود، يعني دول يعتبروا للعطور الشتوية. هاي شغلات مو بالغالب يعني مو قطعية، بس ممكن يكون تبسيط مشان نفرق بينهم، ومنها قاعدة ثابتة. عادي تحصل يعني قارورة يكون لونها غامق بس هي للصيف. هاي طريقة لتبسيط فقط. هذا للتبسيط. تقريبا 90% لون القارورة يدل على مكونات ونوتات العطر، لهيك تعرف إذا كان شتوي أو صيفي. ومثل ما موجود عطر صيفي عطر شتوي، موجود كمان عطر نسميه احنا جوكر، يعني يوالم الصيف والشتاء في نفس الوقت. ومثل ما خبرتكم ما فيش قاعدة ثابتة، بس في شغلات ممكن تبسط علينا الاختيار وتبسط علينا ان نقدر نفرق بين الشتوي والصيفي.